أهلا بكم مجددا في قناة فيلم في برشامة. اليوم سأعرض لكم فيلم أكشن وإثارة، أتمنى أن تستمتعوا به. قبل بدء التاريخ البشري بوقت طويل، كان هناك كوكب متقدم للغاية يدعى كريبتون. ورغم أن سكان كريبتون بدوا بشرا، إلا أنهم كانوا أكثر تطورا بكثير، إذ امتلكوا معرفة علمية فائقة وقوة بدنية شكلتها جاذبية وحرارة كوكبهم الشديدة. وفي مكان ما على كوكب كريبتون، تنجب امرأة مولودا ذكرا، ويساعدها زوجها جور-إل أثناء الولادة. في هذا العالم، لم يعد الأطفال يولدون طبيعيا، بل يهندسون وينمون في المختبرات. لكن هذا الطفل مختلف، فهو أول ولادة طبيعية على كوكب كريبتون منذ أجيال. في هذه الأثناء، يكون كريبتون على وشك الدمار، يتشقق تدريجيا، وقد ينفجر الكوكب في أي لحظة. مدركا أن النهاية قريبة، يسرع جور-إل إلى مجلس كريبتون الحاكم، متوسلا إليهم تسليمه المخطوطة، وهي جهاز يحتوي على المخطط الجيني لكل كريبتوني ولد على الإطلاق. قبل أن يتمكن المجلس من الاستجابة، اقتحم الجنرال زد المكان وقتل الحراس، وقام بقتل الحكام للحصول على المخطوطة، ولكن الحارس الشخصي لجور-إل ساعده على الهرب. ويستعيد جور-إل المخطوطة ويأخذها إلى موقع زوجته السري. باستخدام تقنية كريبتون، يدمج البيانات الجينية للمخطوطة مباشرة في خلايا ابنه. وفي هذه الأثناء، حددت زوجته لارا كوكبا بعيدا حيث يمكن لطفلهما البقاء على قيد الحياة. يسميان ابنهما كيل ويضعانه داخل مركبة فضائية صغيرة. وبينما يستعدان لإطلاقه من كريبتون، تتردد لارا حزينة لأنها لن تسمع كلمات ابنها الأولى أو تراه يخطو خطواته الأولى. يطمئنها جور-إل أن ابنهما مقدر له العظمة وسيصنع العجائب على الأرض. ما إن تبدأ السفينة في الانطلاق، حتى يصل زد، محاولا إيقافها ومطالبا باستعادة المخطوطة. ويقتل جور-إل، ولكنه لا يستطيع إيقاف السفينة الفضائية والتي غادرت بالفعل إلى وجهتها. وتم القبض على زد بتهمة الخيانة، وحكم عليه المجلس ب300 دورة من إعادة التأهيل الجسدي. Refuge, Kilo. وينتقل المشهد إلى الوقت الحاضر، حيث نجد كيل باسمه الأرضي كلارك كينت يعمل على متن قارب صيد، ويعيش حياة هادئة ومخبأة. ينتشر خبر عبر راديو السفينة يفيد بأن منصة نفط قريبة اشتعلت فيها النيران، وأن العمال محاصرون دون أي إنقاذ في الأفق. في تلك اللحظة، ينطلق كلارك للعمل. يحطم أبواب المنصة ويسرع إلى الداخل لإنقاذ الجميع. ولكن كان هناك عمود حديدي على وشك السقوط على خزانات النفط، وأمسك به كلارك في الوقت المناسب، ولكن أحد الخزانات الفرعية انفجر، مما أدى إلى سقوط كلارك في الماء. وبينما يغرق تحت الماء، تتدفق ذكريات طفولته، عندما كان يجلس كلارك كينت الشاب في فصله الدراسي غارقا في أفكاره. حواسه المتأججة التي تسمع كل صوت وترى ما وراء كل شيء، وهذا يجعله مرعوبا. لا يستطيع السيطرة على نفسه، ويدفعه هذا الحمل الزائد إلى الذعر، مما يدفعه إلى الاختباء في غرفة مظلمة. يسخر منه زملاؤه ويصفونه بالمجنون. تستدعى والدته مارثا كينت للمساعدة، تطمئنه وتشجعه على التركيز فقط على صوتها. تطلب منه أن يتخيل العالم صغيرا كجزيرة، وبالتركيز عليها سيتلاشى كل شيء آخر. يهدأ كلارك ببطء ويعانق والدته. وبالعودة إلى الحاضر، بعد نجاته من كارثة منصة النفط، يسرق كلارك بعض الملابس ليبقى مختبئا. بينما يسير في الطريق، يلمح حافلة مدرسية، فتثير ذكرى أخرى. قبل سنوات، بينما كان كلارك عائدا من المدرسة، تحرش به متنمر، وفجأة تحطم إطار السيارة، مما جعلها تسقط في الماء، وكاد الطلاب أن يموتوا لولا تدخل كلارك الذي أنقذ السيارة وأيضا المتنمر. ورآه أصدقائه في المدرسة، مما جعل والده يستاء عليه ما فعله، ويخبره أنه لا يجب أن يظهر قوته أمام الآخرين، فعندما يكتشف العالم ما يمكنه فعله، سيتغير كل شيء. ويخبره أن الناس يخافون مما لا يفهمون. أخذ كلارك إلى المرآب وأراه المركبة الفضائية التي وجدوه فيها، كما أراه جهازا معدنيا تم اكتشافه معه. يشرح جوناثان أنه أخذ المعدن ذات مرة إلى عالم معادن مشهور، وقال إنه لا يطابق أي شيء في الجدول الدوري، لم يكن من الأرض. يحذر جوناثان كلارك من أنه إذا كشف عن قدراته في وقت قريب جدا، فقد ترفضه البشرية.
لكنه يطمئنه بأنه سيأتي يوم يظهر فيه كلارك للعالم حقيقته، وسيكونون مستعدين لقبوله. في هذه الأثناء يحاول كلارك التخفي ويعمل في وظائف صغيرة ليبقى بعيدا عن الأنظار. في مرحلة ما يعمل نادلا في حانة، ويوجد شخص يضايق فتاة بالداخل فيتدخل كلارك، ولكن الرجل يوبخه ويلقي عليه المشروب، ويحاول كلارك السيطرة على غضبه ولكن الرجل يستمر في إزعاجه. وفي المشهد التالي نجد سيارة الرجل تدمرت تماما. وفي موقع التنقيب في أنتاركتيكا تصل مراسلة تدعى لين لويس تعمل في صحيفة ديلي بلانيت لتغطية القصة. كلارك موجود هناك أيضا، مكلف بمهمة بسيطة وهي حمل أمتعتها. لويس حريصة على كشف الحقيقة، مؤمنة بأن من حق الجمهور معرفة ما يحدث. مع ذلك يتجاهل الجنرالات في الموقع أي مخاوف، مصرين على عدم حدوث أي شيء غير عادي. لكن لويس لين لا تزال متشككة، إنها فضولية للغاية بشأن المركبة الفضائية الغامضة، وتشعر أن هناك بالتأكيد شيء ما يوجد هناك. Where the hell are you going? في هذه الأثناء استخدم كلارك بصره الحراري لشق طريق عبر الجبل المتجمد الضخم، وبينما يتعمق أكثر اكتشف أخيرا المركبة الفضائية المدفونة. وفي الداخل واجه آلة ذكاء اصطناعي متطورة. يحمل كلارك المفتاح حول عنقه الذي أعطاه إياه جوناثان عندما كان طفلا. عندما أدخل المفتاح في لوحة تحكم المركبة فعل صورة ثلاثية الأبعاد لجور-إل. تتبع الصورة الثلاثية الأبعاد ورأى بعض التوابيت غير العادية. في هذه الأثناء تسللت لويس التي لا تزال تتبعها إلى المركبة. هاجمها الذكاء الاصطناعي للمركبة. سمع كلارك صوتها فأسرع لإنقاذها في الوقت المناسب. أصيبت بجروح بالغة وبنزيف داخلي. تمكن كلارك من إيقافه باستخدام بصره الحراري. في صباح اليوم التالي ترك لويس بأمان في أنتاركتيكا وغادر بالمركبة الفضائية. اندهشت لويس عندما أدركت أنها التقت بمنقذ حقيقي. عازمة على مشاركة قصتها عادت لويس إلى محررها بيري، وطرحت عليه أهم خبر شهده العالم على الإطلاق عن وجود كائن فضائي بينهم. إلا أن بيري رفض نشره خوفا من ذعر الرأي العام وخطر محتمل على فريقهم. ومع ذلك لم تستسلم لويس. تقترب من مراسل آخر وتشاركه الأدلة التي جمعتها من أنتاركتيكا على أمل نشر القصة بوسائل أخرى. في هذه الأثناء يطلب كلارك من جور-إل أن يخبره حقيقة هويته، ويخبره جور-إل أنه والده وأنه جزء من المخطوطة، وأن جنسهم البشري انتشر بين النجوم باحثا عن عوالم جديدة ليستقروا فيها، وأنهم بنوا قواعد عسكرية على كواكب أخرى مستخدمين آلات عظيمة لإعادة تشكيل البيئات بما يتناسب مع احتياجاتهم، وأن في النهاية حاول قائدهم العسكري الجنرال زيد القيام بانقلاب. وأيضا أن جميع الكريبتونيين ولدوا في غرف كهذه، وأنه وزوجته يعتقد أن ابنهم خلق ليصنع أمجادا وليكون له قدرا عظيما، وأنه سيمنح سكان الأرض مثالا يناضلون من أجله. Earth's gravity is weaker. You've grown stronger here than I ever could have imagined. You will give the people of Earth an ideal to strive towards. They will join you in the sun count. ثم تعود القصة إلى لويس لين مصممة على معرفة المزيد عن منقذها الغامض. تتعقب مسقط رأس كلارك وتلتقي بمارثا كينت، ومن هناك تكتشف قبر جوناثان كينت في المقبرة. يقترب منها كلارك يسألها عن سبب تعقبها له. تشرح لويس أنها تعلم أن لديه قوى خارقة وتؤمن بأنه قد يكون قوة خير في العالم، لكنها لا تفهم لماذا اختار البقاء مختبئا. في تلك اللحظة يشارك كلارك ذكرى مؤلمة، فعندما كان مع والده في الخارج حدث إعصار، وحاول والد كلارك أن ينقذ الكلب المحاصر في السيارة، ولكنه لم يستطع الابتعاد في الوقت المناسب، وأخبر ابنه أن لا يكشف شخصيته لأنه كان مقتنعا بأن العالم لم يكن مستعدا. تأثرت لويس بشدة بقصة كلارك، فعادت إلى مكتبها وأبلغت بيري أنها ستتخلى عن التقرير الذي كانت تعمل عليه. أعجب بيري بقرارها، فأخبرها أنها تفعل الصواب. في المقابل، بحثا عن العزاء، زار كلارك والدته،
أشرق وجهها لرؤيته. شرح لها كلارك أنه وجد هويته الحقيقية، وبينما تشعر والدته بفخر كبير أغرقت عيناها بالدموع أيضا. في أعماقها تخشى أن يتركها بعد أن فهم كلارك حقيقته، لكن كلارك مدركا قلقها طمأنها بأنه لن يرحل وأنه لا يزال يحبها بعمق. في هذه الأثناء اعترض الجيش الأمريكي صورا غير عادية من الأقمار الصناعية تظهر سفنا فضائية ضخمة تقترب من الأرض. فجأة انتشر انقطاع التيار الكهربائي العالمي كالنار في الهشيم، وسيطر بثا مرعبا على كل شاشة. يسمع تحذير بكل لغة. يتحدث أحدهم ويقول أن شخص يدعى كالإل يعيش سرا بين البشر، وما لم يسلم نفسه سيواجه العالم عواقب وخيمة. You are not alone. My name is General Zod. For some time your world has sheltered one of my citizens. He will look like you. Surrender within 24 hours, or watch this world suffer. يسيطر الخوف والارتباك على الناس. ينتشر الذعر في جميع أنحاء العالم بينما يتساءل الجميع عن هوية كيل. تسرب مراسلة سبق أن شاركت لويس لين نتائجها حول الكيان الفضائي المعلومات على التلفزيون، كاشفة عن صلتها به. بعد فترة وجيزة اقتحم مكتب التحقيقات الفيدرالي والجيش منزل لويس لاعتقالها. شعر كلارك بأن الوضع يخرج عن السيطرة، فلجأ إلى كنيسة طلبا للإرشاد. هناك يصارع ضميره، غير متأكد إن كان تسليم نفسه سينقذ العالم أم يدمره، ولكنه أخيرا قرر تسليم نفسه. وتقدم كلارك طواعية من الجيش وسمح لهم بتقييده واستجوابه. في غرفة الاستجواب جلس مع لويس التي سألته عن الرمز الموجود على صدره. أوضح كلارك أنه يرمز إلى الأمل في ثقافة الكريبتون، وبضحكة اقترحت لويس عليه اسم سوبرمان. وفي هذه الأثناء يكسر قيوده بسهولة ويخاطب مخاوف الجيش ويطمئنهم بهدوء أنه بعد قضائه 33 عاما على الأرض لم يؤذي أحدا قط، ويصر على أنه لا داعي للخوف منه. لاحقا يسافر سوبرمان إلى الموقع الذي تلقت فيه قوات زد الإشارة. سرعان ما تهبط سفينة كريبتونية ويخرج منها 2 من جنود زد مطالبين بأخذ كل من سوبرمان ولويس لين. على الرغم من محاولة الجيش التدخل تتقدم لويس طوعا. داخل السفينة الفضائية تعطى لويس قناع تنفس لأن البيئة غير مناسبة للبشر. في هذه الأثناء يبدأ سوبرمان بالضعف بسرعة. يغمره جو كريبتون مما يتسبب في سعاله دما وفقدانه قوته. يسخر الجنرال زد من سوبرمان بسبب كيف جعلته بيئة الأرض ضعيفا. يكشف زد عن خطته لتحويل الأرض إلى كريبتون جديد مبني على أنقاض البشرية، ويخبره أنه كان القائد العسكري لكريبتون وكان والده عالمهم الأبرز. حكم على زد وعلى زملائه الضباط بالذهاب إلى منطقة الأشباح، وأنهم كانوا تائهين مقدر لهم أن يطفوا بين أنقاض كوكبهم، وهكذا أصبحت أداة هلاكهم هي خلاصهم عند تحطم كوكبهم. أنقذوا ما استطاعوا، دروعا، أسلحة، وحتى محركا عالميا. رصدوا إشارة استغاثة عندما دخلوا إلى سفينة الاستطلاع القديمة، ويخبره أن والده سرق المخطوطة حتى يتمكن كريبتون من العودة إلى الحياة. وفي هذه الأثناء لويس المحاصرة في غرفة مغلقة تستخدم مفتاح الأوامر الذي أعطاها إياه كلارك. بتفعيلها تفعل الذكاء الاصطناعي لجور-إل الذي يظهر ويساعدها بسرعة في تنفيذ خطة هروب. يغير جور-إل جو السفينة ليصبح مناسبا للبشر ويفتح الأبواب للويس مما يسمح لها بالركض نحو سفينة أصغر. تحاول فورا وقواتها مطاردتها، لكن الذكاء الاصطناعي لجور-إل يوفر غطاء كافيا للويس للهروب وإعادة الكبسولة إلى الأرض. ومع ذلك تتضرر الكبسولة وتشتعل النيران. في الوقت نفسه يستعيد سوبرمان قواه ويهزم رجال زد ويخترق جدران السفينة الفضائية. ويشجعه جور-إل قائلا إن الوقت قد حان لإنقاذ عالمه الأم والعالم الذي أحبه. بينما تنطلق كبسولة هروب لويس عائدة عبر الغلاف الجوي، يصل إليها سوبرمان في الوقت المناسب ويكسر باب الكبسولة ويمسك بلويس بين ذراعيه قبل أن تتحطم. في هذه الأثناء اقتحم زد وجنوده منزل مارثان مطالبين بمعرفة موقع السفينة الكريبتونية، ولكن يأتي كلارك في الوقت المناسب لإنقاذها. What have you
done to me. Oh shit. ويذهب زد لأنه تضرر كثيرا، ولكنه يهدد سوبرمان بأنه إذا أنقذ إنسان سوف يقتل مليونا في المقابل. رصد الجيش سوبرمان مرة أخرى، لكن هذه المرة بدلا من استهدافه أنزلوا أسلحتهم احتراما له. في هذه اللحظة أدرك سوبرمان أن سكان الأرض قد اعترفوا به أخيرا بأنه ليس عدو بل حليف لهم. يكشف عالم لزود أنه بعد تحليل دم سوبرمان اكتشف أن حمضه النووي يتطابق تماما مع الكودكس، وهو المفتاح الجيني لإحياء الجنس الكريبتوني. يتساءل زد عما إذا كان سوبرمان بحاجة إلى البقاء على قيد الحياة للحصول على الكودكس، لكن العالم يؤكد له أنه يمكنهم استخراج الحمض النووي اللازم من جسد سوبرمان، حيا كان أم ميتا. الآن مصمما على قتل سوبرمان، يستعد زد لإطلاق جهاز يسمى محرك العالم، والذي يمكنه تحويل الغلاف الجوي للأرض إلى غلاف كريبتون الجوي، مما يسمح له ولشعبه بالبقاء على قيد الحياة. يتم تنشيط آلتين، واحدة في الولايات المتحدة والأخرى في المحيط الهندي. تبدأ الآليتان بإطلاق أشعة طاقة، مما يتسبب في زلازل كارثية وزيادة جاذبية الأرض وتغيير المناخ بشكل جذري. مع انتشار الفوضى يفر الناس مذعورين. في هذه اللحظة وصلت لويس لين وكشفت أنها تعرف كيفية تدمير الآلات بناء على المعلومات التي أعطاها إياها جور-إل على متن السفينة، وهي أن المركبة الفضائية التي وصل عليها سوبرمان هي المفتاح. إذا اصطدمت بإحدى الآلات ستنشئ تفردًا سيشكل في النهاية ثقبًا أسود صغيرًا مدمرًا الأجهزة. وافق الجيش على الخطة وأعد بسرعة طائرة مقاتلة من طراز C-17 محملة بمركبة سوبرمان الفضائية عليها، بينما يتجه سوبرمان إلى المحيط الهندي لتدمير الآلة الأخرى. يقاتل بكل قوته، لكن جاذبية محرك العالم كانت قوية جدا مما يبطئه. يحاول وعي جور-إل إقناع زد، محذرا إياه من أنه يكرر نفس الأخطاء، لكن زد يرفض الاستماع. يعلن أنه سيدمر الأرض ويقتل سوبرمان ويعيد بناء كريبتون من رماد عظام ابنه. في تحدي أخير يأمر زد الذكاء الاصطناعي بمحو وعي جور-إل. قبل أن يختفي يقول جور-إل إن ابنه سينهي ما بدأناه. بينما يتأرجح كل شيء على شفا الانهيار، يستعيد سوبرمان قوته وينهض من جديد، وبكل قوته يدمر محرك العالم في المحيط الهندي. ونتيجة لذلك تضعف تأثيرات الجاذبية في جميع أنحاء الأرض. في هذه الأثناء تقاتل لويس والجيش جنود زد. يحاول زد تدمير الطائرة العسكرية التي تحمل مركبة سوبرمان الفضائية، لكن سوبرمان يتدخل في الوقت المناسب ويحبط هجوم زد وينقذ لويس. وينجح زد في مغادرة السفينة ويخبر سوبرمان أنه لن يكون هناك أي بشر أحياء علي الأرض وأنه سيموت مثلهم. And now I have no people. I will take them all from you one by one. ويدور قتال مميتا بينهم، وفي النهاية يجبر سوبرمان على قتله بكسر رقبته، لتكون هذه أول مرة يستخدم فيها قواه للقضاء على إنسان. يؤثر هذا عليه بشدة، فهو لم يرغب يوما في إيذاء أحد، لكنه كان يعلم أن ذلك ضروري لحماية البشرية. وينتقل المشهد إلى تحطم قمر صناعي قرب مركز قيادة عسكري. يصل سوبرمان ويخبر القوات العسكرية أنه لم يعد بإمكانهم مراقبته. يعلن رغبته في العيش باستقلالية بعيدا عن سيطرة الحكومة. يحذرهم من أنه إذا حاولوا مراقبته مجددا فسيدمر المزيد من الأقمار الصناعية التي تقدر بالملايين. لاحقا يزور سوبرمان قبر جوناثان مع والدته، ويخبرها أنه كان من الرائع لو كان جوناثان لا يزال على قيد الحياة ليرى ما حدث اليوم. أخبرته مارثا أن جوناثان كان سيفخر به كثيرا، لأنه كان يؤمن دائما بأن كلارك سيحقق إنجازات مذهلة. ثم سألته عن خططه المستقبلية. قال كلارك إنه يريد وظيفة تبقيه على اطلاع بكل ما يحدث حول العالم. يقبل دوره كصحفي ويجد وظيفة جديدة في صحيفة ديلي بلانيت، حيث استقبلته لويس لين بحرارة.
آمل حقا أن تكونوا قد استمتعتم بالملخص، وكالعادة شكرا جزيلا لكم على المشاهدة.